شا؟ انا مش خايف، بس انا مش متعود على الجو ده. انا بقى متعود على الجو ده. معلش يا ازعجناكم. يا عم انت مين وعاوز ايه؟ وبعدين انجز بقى عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه في جو الافلام اللي انت عامله ده. بالراحه علينا يا عز باشا. هو ده الحضن اللي المفروض تقابل بيها اخوك؟ اخويا؟ ايوه اخوكم رضوان. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، وعايز اعمل تحليل دي ان ايه. اهدي يا نسا رودي. عموما المعمل هنا ممكن يعمل لك اللي انت عايزاه. احنا عدنا التحاليل تاني وانا اشرفت عليها بنفسي وطلعت النتيجه زي ما هي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احتمال كبير في حاجه انت ما تعرفيهاش. حاجه زي ايه؟ ما تقوليش كده. انا بنته، بقول لك بنته الوحيده. العلم اللي بيقول يا نسا مش انا. واللي اتعلمته ان الفصيلتين دول استحاله يجتمعوا. انا اسف. تقدر تتاكدي بالطريقه اللي انت عايزاها. ايوه اخوكم. ايه مش قد المقام؟ يمكن لو كان سليم باشا عمك ما قتلش امي وابويا وشردني من وانا عيل في الشوارع، كنت بقيت حليوه زيك كده. يعني انت عايز تقول ان انت اخونا من امنا؟ اسم الله عليك. رضوان واد غاده اللي سليم قتلها بعد ما قتل ابويا. اديك انت قلتها، سليم قتلها، احنا ذنبنا ايه بقى؟ طب بما اننا بقى طلعنا اخوات، مفيش كوبايه شاي كده علينا؟ ده انت نشفت دمنا. وبعدين يا اخي دي داخله تخش بيها على اخواتك، ما ينفعش. هو ده الوش اللي هتشوفوه مني لحد ما اعرف انتم معايا ولا عليا. يا عم هو مش قال سليم اللي قتل ابوه؟ انا اتخنقت. احنا مالنا احنا في الموضوع ده؟ ذنبنا ايه؟ مالكمش ذنب، بس ممكن يبقى ليكم لو قررتوا تكملوا في حضن العطارين، عشان انا ناوي اخلص عليهم كلهم قصاد رقبة ابويا. كلهم ايه؟ هتموت كل الناس دي عشان خاطر واحد؟ هم ذنبهم ايه اصلا؟ ذنبهم من ذنب ابويا. انا كمان ما كان ليش ذنب. طب ما بالراحه على نفسك بقى يا اخويا رضوان. انا مقدر قهرتك على ابوك وامك، معاك حق، بس خلي بالك انت داخل على العطارين. زين قوي. طيب عشان ابقى عملت اللي عليا من ناحيتكم وريحت ضميري، انا عاوز منكم كلمة واحدة. انتم معايا ولا معاهم؟ ولا كلمه ولا كلمتين، انا اصلا ما اعرفش انت مين. ربنا يوفقك، بس انا مش معاك، انا مع ربنا. نفسي يبقى ليا اخواتي يوقفوا في ظهري، بس انتوا دلوك ولاد العطارين، يعني منهم، وكل واحد حر. بس لو حد جاب سيرة باللي حصل يبقى عجل بموته. انا عملت اللي عليا من ناحيتكم وسألتكم وريحت ضميري. ده العهد اللي خدناه سوا، كلمة تجيبكم وكلمة توديكم. الراجل ما اديناش كلمه يا هارون، ادانا وعد وكان صادق معانا وشغل ناس منا معاه. بيجر رجليكم عشان ينتهي شركم. بقى تخونوا كلمة كبيركم عشان واحد غريب. كبرنا اللي ضحك علينا عشان يلاقي في ارض بنت عمه. بخ السم في ودانك، بخ السم في ودانك، وانتوا صدقتوه. طب ايه قولكم؟ لا فيه مشروع ولا حد هيشتغل فيه، بيكذب عليكم. اظن جه الاوان نشوف كبير غيرك يكون صادق معانا ونشوف مصلحتنا. بينا يا رجاله. هتشوفوا مين اللي كذاب، مين اللي بيضحك عليكم. انا مش فاهم حاجه. هو انا وشي وحش على العطارين ولا العطارين هم اللي اصلا نحس؟
لا وشك مش وحش ولا حاجه، ما تقلقش. هما طول عمرهم كده، اعدائهم كتير قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. عامة هو كل واحد ما بياخدش غير نصيبه. عندك حق. انت هتعمل ايه؟ هكلم يحيى. كلم يحيى؟ انت اتجننت؟ اقفل. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عز؟ ما بالراحه. بالراحه ايه؟ هو مش الراجل لسه محذرك؟ وقال لك انت لو قلت لحد هيعجل بموتك. احنا مالنا؟ نخرج بقى بره الموضوع ده عشان ما نلبسوش. يا عم دول اخواتنا. ايه؟ اخواتنا. هو انت صدقت يا عز الكلام ده؟ اخواتك ايه؟ عملوا لك ايه عشان تقول لي اخواتنا؟ على فكره بقى محدش فيهم بيتعامل معاك على اساس ان انت اخوه. انا وانت ضيوفنا في القصر ده، لازم تبقى فاهم كده. لا هات التليفون، لازم اقول لهم، لازم احذرهم، مش هينفع. تحذر ايه؟ انت هتوقف قدر ربنا؟ استغفر الله العظيم. ايه يا عز؟ استغفر الله العظيم على ايه؟ ايه يا عم انت هتكفر وانت واقف؟ الله. امسك تليفونك يا عز واسمع كلامي، فكر كده هتلاقيني صح. اللي قبلك كان راجل وابن اصول وامين. كنت بسيب له المعرض بالاسبوع وانا عارف ان في ظهري راجل. اخرتها فداني بحياته. الله يرحمه. هما دايما الجدعان اللي بيروحوا في الاول. وانا من كلام حسن وعمار عنك عارف انك مننا وشبهنا. بس انا في حاجه واحده عايز اعرفها منك عشان ارتاح. امورنا يا كبير. ايه اللي خلاك ترمي اخواتك والدار وتروح ترمي نفسك في حضن موسى الجلاد؟ وايه اللي رجعك تاني؟ انا هتكلم معاك بصراحه يا كبير. مش عايز منك اكتر من كده. انا لما رجعت الدار بعد مأمورية المخازن لقيت كل حاجه اتغيرت من بعد زنبيل ما مات. مخبيش عليك، ما لقيتش العطارين اللي كنت سايبهم. ضعفت بعد ما كنت نسيت يعني ايه كلمه ضعف. والصراحه كده ما كانش عندي امل ان العطارين هتقوم لهم قومه تاني. فلما موسى رجع اخترت تلعب مع الكسبان؟ لا، على اقوى. شغلانتنا دي من اول التامين لحد الاستلام والتسليم. ما كنتش قوي هتخسر يعني هتخسر، وانا كنت عاوز اكمل في الشغلانه، معرفش غيرها الشغلانه دي. وايه اللي رجعك تاني؟ ان الموضوع مع موسى ما بقاش موضوع شغل، بقى مركز مع العطارين بس. وهو ما انكرش انها ما كانتش فارقه معاه في الاول، خصوصا وانا شايف العطارين هم اللي مفرقين نفسهم. وما تاخذنيش يعني، انا مش هخاف عليكم اكتر منكم، بس لما لقيت ولاد العطار بيلموا نفسهم من تاني قلت ده مكاني الطبيعي، وربنا هداني وغلبت شيطاني. وانت شيطانك ممكن يغلبك تاني؟ عاوز الصراحه؟ يا ريت. لو العطارين اتفرقوا تاني انا هاكل عيش في حته تانيه. تعجبنا يا نصار. أوضة مرش في المعرض زي ما هي، متوضبة سوبر لوكس وحمام سخن وساعة، حاجة كده آخر روقان. هتقعد فيها كام يوم لحد ما أشوف لك حتة تانية تقعد فيها. تسلم يا كبير، تأمرني بأي حاجة؟ بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاش من شافك عم مهدي. ربنا يخليك يا حبيبي. اتفضل ارتاح. يزيد فضلك يا يحيى بيه. معلش بقى زي ما بيقولوا يعني للضرورة أحكام. خير يا راجل يا طيب؟ إن شاء الله خير يا يحيى بيه. قبل سعادتك ما تيجي يعني وتشتغل مع زين بيه الله يرحمه، كان في عملية تصفية حسابات ما بين والدك وما بين تاجر اسمه متولي. ده اللي كان ماسك شغل التجار الصغيرين، ولما مات انا جيت مسكت مكانه. زين بيه الله يرحمه بعد موت شريف العطار عمك اخذ طاره من متولي في نفس الليله، وقتل العيله كلها ما عدا شخص واحد بس. الشخص ده بقى يبقى البنت الصغيره اللي اخدها معاها القصر زكريا بيه الله يرحمه. عاليه. بالظبط كده. النهارده بقى عدى عليا واحد وقال لي انه عارفني وعارف علاقتي بعيله العطارين، وقال لي انه يبقى خال عاليه وانه عاوزها. سالت عنه؟ طبعا يا حبيبي، وعشان كده جيت لك. طيب وانت معاك سكته ولا لسه هنفكر عم مهدي؟ ما تقلقش يا يحيى بيه، انا في ايدي كل المفاتيح.
مش كنا جبنا شهد وكريم معانا؟ كان المفروض طبعا نجيب شهد وكريم وماما والعيله واصحابنا ونعزم كمان مدير الامن. انا جايبك هنا عشان نتكلم سوا، عشان نخرج. عايز اقعد معاك انت لوحدك. عارف يا طارق، اكتر حاجه مخوفاني من الموت هو اني قلقانه عليك. والله انا بقعد كتير قوي اسال نفسي انت هتعمل ايه بعد انا ما امشي واسيبك. انا خايفه عليك قوي. اصل انا عارفاك انت بس يبان عليك ان انت جامد، بس انت طيب وبتغرق في شبر ميه وانا بس اللي بعرف اساعدك. بس ما انا مش هنكر ولا كلمه من اللي انت قلتيه. انا فعلا من غيرك ما اعرفش اعمل اي حاجه. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا.